السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله كله بخير. رجعت لكم فيديو جديد. أخوكم الشيف محمد سعد. عندي هاي 7 كيلوات زبد و10 كيلوات طحين. أخوان، طريقة البيتي فور منزلها لكم بالقناة، تقدرون تشوفونها بالكوب. هاي الطريقة مال التلوين اللي طلبتوها من عندي، نزلت لكم ستوري بالفيس وطلبتوها من عندي. مثل ما تشوفون نضيف الزبد أول مرة، وبعدين نضيف الطحين نص الطحين نضيفه نص الكمية، بين ما يتلابس يصير بهذه الصورة مثل ما تشوفون. راح نخلي الطحين الباقي. نروح نوزن المي والشكر. عندي 3.5 مي 3.5 شكر، ويا ريت يكون المي دافي لأن الجو بارد أو ما يجمد العجين. مثل ما تشوفون 400 غرام حليب ما ننساها، نذوبها بالمي والشكر. حليب ميلاك الأفضل يعني، أو مدهش إذا رايدين يعني سلعة درجة أولى. مثل ما تشوفون جاي أصور وأذوب، ما عندي مصور خاص. إن شاء الله أطلع العطواني يصورني. مثل ما تشوفون إخواني، هنا درت المي والشكر فوق العجين، خليه يتلابس بصورة صحيحة. بس يا ريت يعني ما تأخرونه بالعجانة، يعني ما يلستك العجين وما يطلع من الكيس. مثل ما تشوفون هاي الصبة مال البيتي فور نخليها نسويها مثل مشط، ويا ريت يكون الصبة شوية متينة على مود لا تنكسر. طبعا درجة حرارة الفرن راح تكون 180 فوق و170 جوا. صبيت من عنده هذا البيتي فور. أنا كلها راح أسويها بالكاكاو، عندي وردي وعندي أسود راح أشتغل بيها. طبعا البلوكة وزنها كيلوين وربع، كيلوين ونص العفو. سعرها 14,000 تركي درجة أولى. مثل ما تشوفون هاي الشكل النهائي. نروح ندخلها بالفرن، درجة حرارة مثل ما قلت لكم 180 فوق و170 جوا. أهم شي درجة حرارة الفرن، أو حتى لو تنصون الجو عادي مو مشكلة. مثل ما تشوفون هاي شوية لاتشة منه، أخرها الخباز شوية. وهذا المشط مثل ما تشوفونه. نذوب الكاكاو، نخليه بجدرية، نذوبه، نخلي البلوكة الكاملة نصبط الزيت على مود يذوب شوية وياه يساعدها، يعني هي تجي حجر جامدة. نصبط الزيت، بعدين هاي القطعة مال البيتي فور نلزمها نطبقها فوق أختها ونغطسها بالكاكاو. مثل ما تشوفون إن شاء الله واضح قدامكم. فتشي كلش طيب، وريحته فتشي هذا الكاكاو خصوص. هاي صورة البلوكة مال الكاكاو. لا تنسونا من اللايك، وأشوفكم بخير. باي باي.